ازاي تراجع فيزياء صح وتضمن ان انت ما تضيعش وقت وما تضيعش مجهود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو ما تعرفنيش، انا مصطفى محمد، كنت ثانويه عامه 2023 وحاليا طب بشري. ويلا ندخل في المهم على طول عشان عارفك ما بتحبش الكلام الكتير. بص يا صديقي، الفيزياء بالذات ماده ما ينفعش ان انت تقعد تحفظ فيها، تقعد تحفظ في القوانين، تحفظ في كل حاجه، تحفظ في الكتاب من اوله لاخره. لو انت قعدت تعمل كده هتضيع مجهود كبير جدا وهتضيع وقت كتير، لان الفيزياء كبيره مش ماده صغيره. في الاخر هتيجي قدام الامتحان مش هتعرف تحل خالص، او عشان ما اصدمكش ممكن تحل سؤال او سؤالين. الفيزياء لازم تحل، لازم تطبق على اللي انت بتذاكره، لازم اول ما تاخد الحته دي تحل عليها. ما ينفعش ان انت تقعد تحفظ وتحل حبه صغيرين، لا انت تحل كتير جدا وتحفظ حبه صغيرين. طب اراجع ازاي او اذاكر ازاي حتى لو انت لسه ما بداتش اصلا؟ بص يا صديقي، انت دلوقتي مثلا بتراجع الباب الاول او بتذاكر الباب الاول، ويفضل لو انت لسه بتذاكر من اول جديد وما كنتش فاتح المنهج خالص، اسمع فيديوهات المراجعه، ما تسمعش الشرح الاساسي ولا تذاكر من التفصيل اللي هو المذكرات الكبيره. ذاكر من مذكرات المراجعه، لان مفيش وقت ان انت تذاكر كل تفصيله. خد الشرح من الحاجات بتاعه المراجعه وحل بقى كل حاجه، اي حاجه تيجي قدامك حلها حتى لو انت ما كنتش لسه بدات خالص، بس لازم تحل كتير وتاخد الشرح من فيديوهات المراجعه او مذكرات المراجعه. والمدرسين اصلا في فيديوهات المراجعه بيبقوا مركزين على الحاجات المهمه واللي هم قالوه خلال السنه كلها بيقولوا برده في فيديوهات المراجعه، بس في وقت اقل، لان هم في فيديوهات المراجعه بيشيلوا بقى الحشو والحاجات اللي في النص والكلام اللي بيبقى في النص والحاجات دي كلها، وبيركزوا على المهم بس. فانت الافضل تسمع فيديوهات المراجعه وتحل كتير جدا، لازم تحل كتير جدا. لو انت ما بداتش خالص لازم تحل، الحل هو اللي هيعوض الوقت اللي انت كنتش بتذاكر فيه. وكلمه للناس اللي ما بداتش وشايفه ان هو مفيش امل وانا لازم اجل وما ينفعش وكل الحاجات دي، لسه في وقت، لسه في وقت. اضغط على نفسك الفتره الجايه وتقدر تحل، تقدر تذاكر وتقدر تلم حاجات كتير جدا. من الكومنتس في ناس كتير جدا، لو انت قريت الفيديوهات القديمه وسالت اي حد من الدفعات القديمه اللي هو كان مأجل، هيقولك ان هو ندمان جدا ان هو اجل، لان هو اكتشف ان هو كان يقدر يلم الحاجات اللي هو اجل عشانها. بعد ما السنه خلصت واكتشف ان هو بيعيد السنه كلها عشان حاجات كان يقدر يخلصها، ندم جدا. فلازم تحاول، لسه قدامك فرصه، اضغط على نفسك الفتره الجايه وان شاء الله تلحق تخلص. طب انا دلوقتي بقى عايز اراجع او عايز اذاكر ازاي؟ بص يا صديقي، انت مثلا دلوقتي بتذاكر الباب الاول او بتراجع الباب الاول، هتقرا مثلا الجزء دوت او بيتكلم عن الحاجه المعينه دي او الحاجات دي وتروح تحل عليها، فتحل اكتر ان انت بس يا دوب قريتها، يا دوب قريت الحاجات اللي انت كنت مذاكرها قبل كده، عديت عليها بسرعه كده، وبعد كده تبدا حل على طول. لان انا بقول لك اهم حاجه في الفيزياء والاحياء والكيمياء والمواد دي، كل ماده هيبقى لها فيديو، بس احنا دلوقتي بنتكلم في الفيزياء. الفيزياء اهم حاجه فيها ان انت تحل. هتروح تحل مثلا، حليت السؤال الاول، حليت السؤال الثاني، السؤال الثالث، السؤال الرابع، جيت عند السؤال الخامس معرفتوش، هترجع للنقطه اللي فيها السؤال الخامس في الشرح وتذاكرها بالتفصيل. يبقى انت كده الحاجات اللي انت كنت عارفها حليتها على طول، ما ضيعتش فيها وقت ولا انت قعدت تعيد فيها وتذاكر فيها وتحفظ فيها وانت اصلا كنت حافظها وتقدر تحل على طول عادي. والسؤال اللي انت وقفت فيه والفكره اللي انت كنت نص نص او مش فاهمها، هتروح تذاكرها وبالتفصيل، تذاكرها اكنك بتذاكر من اول مره. هتلاقي نفسك خلاص حليت السؤال الخامس والسادس والسابع، جيت عند السؤال الثامن لقيت برضه في نقطه انت مش فاهمها او النقطه ديت اتلخبطت فيها او حليتها غلط، هترجع للشرح وتذاكر النقطه ديت بالتفصيل لحد ما تتاكد منها وتروح تحل السؤال وتلاقي نفسك بتحله. طب انا اصلا بحل والمدرس قدامي بيحل، يعني انا ما بحلش لوحدي، لا لازم تحل لوحدك. ما ينفعش ان انت تحل مع المدرس او حتى تكون فاتح فيديو وكل ما تحل سؤال تروح تشوف الاجابه. لازم تخلص الامتحان كله او الكميه كلها وبعد كده تشوف الغلطات اللي انت مش عارفها في المراجعه او في الحل اللي انت بتحله. انت في السؤال ده انت ما عرفتوش، فماشي تحاول فيه مره واثنين وثلاثه وبعد كده ترجع له. انما ان انت تكون مثلا كل ما تعطل في سؤال تروح تشوف اجابته، يبقى انت كده كده مش هتعرف تحل السؤال رغم ان انت عرفت اجابته، بس لو جالك في الامتحان حاجه شبهه او فكره زيه مش هتعرف تحلها. ويفضل اي فكره تقف معاك او اي فكره انت كنت متلخبط فيها تكتب السؤال اللي انت وقفت فيه او تعلم عليه جنبه مثلا بعلامه، علامه نجم، علامه صح، اي حاجه، عشان وانت بتراجع في ليالي الامتحانات تفتكر ان الفكره دي كانت صعبه، الفكره دي كانت مهمه، الفكره دي انا اتلخبطت فيها. والكلام دوت عارفه الدفعه السنه اللي فاتت لما قلت لهم يعملوا كده كانوا بيقولوا لي ان ديت من اهم الحاجات اللي هم عملوها، لان هم في ليالي الامتحانات عدوا على الكتاب كله بسرعه في نفس اليوم بسبب ان هم كانوا معلمين على الافكار المهمه بس، والافكار العاديه كانوا بيقولوها بسرعه ويحلوا، انما الافكار المهمه كانوا يقفوا عندها ويحلوها من اول وجديد. وطبعا لازم تصحح وتعرف انت بتحل صح ولا غلط. انت ممكن السؤال تفتكر ان انت بتحل صح والارقام تطلع معاك في الاجابات عادي، لان هم بيبقوا حاطين ارقام ممكن تطلع معاك وهي غلط. لازم تصحح بعد ما تخلص. لو انت بتحل وانت ما بتصححش اللي انت بتحله او تصحح الواجب او الامتحان او اي حاجه، يبقى انت ملوش لازم اصلا ان انت تحل. لازم تصحح بعد ما تحل. لو انت معكش كتاب الاجابات بعد ما تصحح تحل منه، يبقى ملوش لازمه اصلا كتاب الاسئله. بس كده وصلنا لاخر الفيديو. ما تنسوش تكتبوا لي تحت في الكومنتس ايه المشاكل اللي بتواجهكم في بقيه المواد والمراجعات والحاجات دي، وانا كده كده مجهز لكم حاجات تراجعوا ازاي كل المواد. ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو انت عندك مشكله وعايز تبعتها لي ممكن تكتبها تحت في الكومنتس، انا كده كده برد على كل الكومنتس، او ممكن تبعتها لي على انستجرام او التليجرام، هتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن. واحنا كده كده عاملين جروب للتليجرام هتلاقيه برده تحت في الديسكربشن دوت، بنتكلم عليه وننزل لكم على ملخصات وانزل لكم عليه كل حاجه. فمهم جدا ان انت تكون في الجروب ده، ومهم جدا ان انت تتابع الستوريز بتاعت الانستجرام بس في وقت فراغك، لان انا ساعات بنزل لكم حاجات مهمه، اخبار جديده، منح، الحاجات دي.